ما كنت في حالي وماليش في أي حاجة لوحده، بتعمل كل حاجة ممكن تتخيلوها. صاحبه القصة بتقول أنا بنت وحيدة وعايشة مع والدتي، بس والدي توفى من 4 سنين وعايشة أنا ووالدتي على المعاش بتاعه في شقه إيجال. وطبعا من بعد وفاة بابا والمصاريف والأسعار بقت تزيد علينا قوي. وكمان كنت محتاجه أجهز نفسي، وكنت ساعتها في آخر سنه في الكليه، وكنت مستنيه أخلص السنه دي وبعد كده أدور على أي شغل أو أي وظيفة عشان أقدر أحوش فلوس عشان أشتري الجهاز بتاعي. المهم خلصت كليه التبارو وبدأت أدور على وظيفة محاسبه، لأني بحب المحاسبة جدا وعاوز أشتغل في نفس المجال بتاعي. لقيت إعلانات كتير جدا لشركات طالبين محاسبين حديث التخرج، فأنا قدمت في كذا شركة وعملت مقابلات كتير. بس بصراحة المرتب بتاع الشركات دي كان قليل قوي قوي، ده غير إن أماكن الشركات دي كانت بعيدة قوي عن البيت. وطبعا أنا أي حاجة بعملها بروح أحكي لماما على طول لأني ماليش غيرها، وكمان بتفكر معايا وبتقولي على الصح وعلى الغلط. لحد ما لقيت إعلان مطلوب سكرتير وحسنوا المظهر بمرتب 6000 جنيه. فأنا شفت المرتب بصراحة ما كنتش مصدقه، واتمنيت إني أخد المرتب ده وقلت مش مشكله أكون سكالتيرو طالما مرتبها هيكون عالي كده. المهم رحت نقلت الرقم على تليفوني واتصلت، لقيت واحد بيرد عليا. قلت له لو سمحت أنا شفت إعلان إنكم عاوزين سكرتيرو. قال لي تمام، أنت عندك كام سنه؟ قلت له عندي 21 سنة. قال لي طيب عندك مقالة بكره وأداني العنوان. أول ما قال لي العنوان أنا كنت مبسوطة جدا لأنه كان قريب قوي من البيت عندي، يعني ممكن ربع ساعة ماشي وأوصل. المهم رحت قلت لماما وحكيت لها على اللي حصل. قالت لي ربنا يكتم لك خير يا بنتي، روحي وشوفي الدنيا كده وابقي قولي لي. المهم ثاني يوم رحت على عنوان بالضبط، لقيت عماير كتير قوي وما كانش مكتوب اسم الشركة اللي قال لي اسمها في التليفون. رحت متصله بيه، قال لي انت فين بالضبط؟ وصفت له انا واقفه فين. قال لي انت كده قدام العمارة، ادخلي واطلعي. الدور الرابع، دخلت العمارة وطلعت الدور الرابع، وكان الدور عباره عن شقه وحده، ولقيت الباب مفتوح والشقه منوره بس مفيش حد. المهم رنيت على الجرس، لقيت حد جوه بيقول لي بصوت عالي اتفضلي. المهم دخلت، لقيت واحد عنده حوالي 30 سنة جاي من جوه وبيقول لي تعالي اتفضلي ايه. المهم دخلنا في أوضها المكتب بتاعته، وراح مطلع ورقه وقلم مكتوب فيها بيانات المفروض إن أنا هملاها يعني، وقال لي اكتبي البيانات بتاعتك هنا، وراح سيبني وقام. وسمعت صوت باب الشقة بيتقفل بصراحة. أنا قلقت قوي أول ما سمعت صوت باب الشقة اتقفل، بس شكل الشاب اللي أنا شفته ده إلى حد ما كان مطمني شوية لأني حسيت شكله بمناس ولبسه كان حلو. المهم كتبت البيانات بتاعتي وأديت له الورقه، فضل يقرأ فيها شوية كده وقال لي أنت والدك بيشترى لإيه؟ قلت له أنا والدي متوفي. قال لي الله يرحمه. قلت له هي دي حاجة هتفرق في الشغل؟ قال لي لا، بس كنت حابب أعرف لأنك سايبه مكان وظيفه الوالد فاضيه. قلت له تمام. قال لي طيب أنت طبعا ما اشتغلتيش خالص قبل كده. قلت له لا. قال لي ولا حتى أثناء الدراسة أو في الأجازة. قلت له بصراحة ما كانش في احتياج لموضوع الشغل ده الفترة اللي فاتت، خصوصا في وجود والدي. بس الدنيا لما بقت صعبة كده لجأت إن أنا أدور على شوخي، خصوصا إن البنت الوحيد قال لي أنت ما عندكيش إخوات؟ إني قلت له لأ. قال لي طيب إحنا محتاجين سكرتيرو هتشتغل معانا في الشركة، إحنا شركة تسويق عقاري، ووالدي هو اللي كان ماسك الشركة وبيعمل فيها كل حاجة. بس من فترة كده بدأ يتعب وما بقاش يقدر ينزل ويتابع الشغل بنفسه، وكلفني أنا اللي أدير كل حاجه. فمبدئيا الشغل بتاعنا بسيط ومش كتير، وأنا كنت محتاج وحده علشان ترد على التليفونات وتفتح الشركة في مواعيدها، ومع الوقت هتفهمي كل حاجة في الشغل. وقال لي الأجازة بتاعتنا هتكون يومين في الأسبوع، يوم الجمعة والسبت، ومواعيد الشغل من الساعة 10 الصبح للساعة خس سيسا. قلت له طيب والمرتب؟ قال لي ما هو كان مكتوب في الإعلان. قلت له معلش أنا بس يعني حابة أتأكد من حضرتك. قال لي 6000 جنيه. قلت له خلاص تمام. قال لي عموما أنت تمام، بالنسبة لي هطلب منك شوية أوراق هتجيبيها لي معاكي وهتبداي شغل إن شاء الله من يوم الأحد الجاي. قلت له خلاص تمام، وقمت ومشيت ومش قادرة أوصف لكم فرحتي وقتها.
كانت عامله إزاي ورحت البيت. حكيت لماما، فرحت جدا وفضلت تدعيلي كتير كتير قوي. المهم جهزت الورق اللي هو كان طالبه مني، ورحت أول يوم الساعة 10 صباحا علشان أبدأ شغلي. أول ما دخلت العمارة وطلعت الدور الرابع اللي فيه الشركة، لقيت الدنيا مضلمة خالص وباب الشقة لقيته مقفل. رنيت الجرس مرتين، محدش عب، رحت مطلعوا التليفون ومتصلوا بيه. رد عليا. قلت له صباح الخير، إذا حضرتك أنا دلوقتي واقفه قدام الشقة، هو حضرتك مش موجود؟ قال لي أنا بركن العربية بس وجاي 5 دقايق بالكتير وهكون عندك. المهم فضلت مستنياه، لقيته جه وقال لي معلش على التأخير، وراح مطلع المفاتيح وفتح الباب ودخل نور النور، ورحت داخله وراه. أول ما دخلت لقيته بيقول لي اقفلي الباب وراكي. فقلت له اقفل الباب، هو لازم يكون مقفول. قال لي هنسيبه مفتوح ليه؟ قلت له يعني عادي، علشان لو حد جه أو كده. قال لي مفيش حد بيجي غير لما احنا بنتصل بيه وبنكد عليه إن هو يجي الساعة كام، وساعتها نبقى نفتحه. وبعدين دي شقة سكني، ما ينفعش إنها تكون مفتوحة كشركه. لو حد رخم من سكان العمارة عارف وحب يا زينة هيعمل كده بسهولة، فعشان كده بقفله أحسن. قلت له تمام، فهمت. ودخلت وقفلت باب الشقة ورايا وراح داخل أوضة ثانيها غير أوضة المكتب بتاعه، وقال لي ده المكتب بتاعك. المهم دخلت المكتب بتاعي، لقيت مكتب وعليه كمبيوتر. بصراحة عجبني وكنت مبسوطة جدا بيه. قال اقعدي كده ارتاحي وشوفي لو محتاجة أي حاجة رساكي في المكتب قول لي. حسيته كده حد كويس جدا وفرحت إن أنا شفاله معاه. عدى أول يومين وبدأنا ندخل في الشغل، وبقى يديني أرقام تليفونات ناس أعرض عليهم يشتروا شقق في أماكن معينة. وقال لي لو في حد قدرت تقنعيه إن هو يشتري شقة من الناس دي هيكون ليكي فلوس زيادة هتاخديها مع المرتب بتاعك. فأنا كنت متحمسه جدا وبدأت أكلم الناس بكل ثقة وأحاول أقنعهم لحد ما في 2 فعلا جم واشتروا الشقق، وهو كان مبسوط بيا. فضلت كده لحد آخر الشهر بشتغل وبكلم ناس، وتعلمت الشغل وبقيت كويسه جدا فيه ومرتاحه جدا ومبسوطه بالشغل ده. والشهر خلص وجيت وأنا ماشي لقيته ندهلي. دخلت المكتب لقيته بيديني ظرف أبيض وقال لي ده المرتب بتاعك. خدته منه وقلت له شكرا ورحت مشيت، وما رضيتش أفتح الظرف أو أعد الفلوس اللي فيه قدامه. حسيت يعني إن هيبقى عيب إني أعمل كده. خرجت من الشقة وقفلت الباب ونزلت وأنا أصلا هتجنن وأشوف شكل الفلوس دي. أول مرة في حياتي اشتغل وأخد فلوس. خفيت أطلعهم في الشارع لحد ما وصلت البيت وسلمت على ماما، ورحت دخلت أوضتي وفتحت الظرف لقيت فلوس. أنا أول مرة فعلا في حياتي أمسكها ومش مصدقه إن هم بتوعي. عديت الفلوس لقيتهم 900 جنيه. ما كنتش مصدقه نفسي من الفرح، وقررت إن أنا لازم أحوش الفلوس دي ومصرفش أي حاجة منها علشان أجهز نفسي، وبقيت واخده الموضوع تحدي. المهم الشهر اللي بعده وأنا قاعده في المكتب بتاعي سمعته وهو بيزعق وبيتخانق مع حد جامد، بس ما رفش هو بيتخانق مع. وبصراحة كنت خايفة أسأله لحسنه يحرجني، بس قلت أنا لازم أسأل، ما ينفعش أكون قاعدة معاه وهو في الحالة دي وما تكلمش معايا. حتى بعد ما أخلص المكالم اللي كان بيزعق فيها رحت داخله لي وقلت له أنت متضايق مع حد بسبب الشغل ولا دي حاجة شخصية؟ راح بصص لي كده وسكت وقال لي لا دي حاجة شخصية. وتقريبا بقى كل يوم أو يومين 3 تجيله نفس المكالمة اللي بتخليه يتعصب دي، وبدأت أركز معاه عشان أعرف هو بيكلم مين. لحد ما عرفت إن هو بيكلم مراته، وكان باين جدا إن في مشاكل جامدة بينهم. وأنا بصراحة مرضتش أتدخل في حاجة ما تخصنيش. لحد من فترة قريبة لقيته دخل المكتب عندي وبدأ يتكلم معايا ويحكي لي على كل اللي بيحصل مع مراته، وإن خلاص الموضوع واقف على الطلاق. وقال لي دي كمان مش بتخلف وأنا مستحملها بس عشان بحبها، وكمان طمعانه في فلوسي كل شوية طلبات وفلوس وهي عايشة لوحدها. ما عرفش بتصرف الفلوس دي في إيه. لما بطلت وقللت الفلوس اللي بديها لها بدأت تتغير وتتحول عليا، واكتشفت إنها عايشة معايا عشان خاطر فلوسي. وقال لي أنا خلاص قررت إن أنا هطلقها ومش هتعيش معايا تاني، بس مشكلتي الوحيدة إن أنا بحبها برغم اللي بتعمله معايا. بس أنا لازم أفوق، وأي حد بيستنزفني أو عايش معايا عشان مصلحه أنا لازم أبعده عن حياتي مهما كان هو مين. فضلت أهديه شوية لأنه صعب عليا جدا، وكنت وقتها بتمنى أعمل أي حاجة عشان يخرج من المود اللي هو فيه ده. بس طبعا معرفتش لأن مفيش حاجه في إيدي. الأسبوع اللي بعده لقيته قال لي إن هو خلاص طلق مراته.
المشكلة إن بعدها بكام يوم حسيت إن هو دخل في حاله اكتئاب وما بقاش عاوز يروح في حته ولا بقى يتكلم مع الناس كويس، وحالته بقت وحشه جدا. فقررت إن أنا لازم أتكلم معاه، واعتبرته حد قريبي أو عزيز عليا وشايفه حالته بتسوء كل يوم، فكان لازم أكون قريبه منه وأواسيه على اللي هو فيه. دخلت اتكلمت معاه وحاولت أهديه وقلت له إن شاء الله ربنا يعوضك بأحسن منها، انت تستاهل كل خير والله، لحد ما لقيته هدي كده وبقى كويس. وكان الأول لما بيحب يشرب حاجه كان بيروح هو يعملها بنفسه. رحت أنا قايمه وعملت له كوباية شاي ومدياهاله على المكتب بتاعه، بص لي كده واضحك. فرحت قوي إن أنا قدرت أغير حالته النفسية، وقلت له يا سيدي لو كوباية الشاي دي اللي هتخليك مقسود كده هبقى أعملها لك أنا كل يوم. قال لي تسلم إيديكي. روحت اليوم ده وأنا بقيت مبسوطه إن أنا اتكلمت معاه وبقيت قريبه منه، وقدرت بكلامي إني أخليه كويس. وبدل ما كنت بروح واقع في المكتب بتاعي واشتغل، لأ، بقيت معظم الوقت معاه في المكتب بتاعه بنحكي ونضحك ونهزر، وخدنا على بعض قوي، وعلاقتنا ببعض بقت حلو جدا. لحد ما في يوم كنت قاعده في المكتب عنده وبكتب حاجه على ترابيزه صغيره قدامي، وأنا كنت قاعده راح هو قام من على المكتب وأنا بكتب وراح واقف ورايا بيشوفني بكتب إيه، ولقيته حط إيده على كتفي. أول ما إيده لمست كتفي حسيت إن أنا مش قادرة أنطق أو أتكلم، ولقيته بيقول لي أنت خطك حلو قوي. لقاني ما ردتش عليه، قال لي إيه يا بنتي مش بكلمك. قلت له ربنا يخليك. راح شال إيده من على كتفي ورجع قعد مكانه تاني. حسيت ساعتها إن جسمي كله بيترعش من الخوف وخدودي بدأت تحمر من الكسوف. قال لي مالك اتغيرتي ليه كده؟ قلت له على فكره أنا عمري ما حد لمسني كده. قال لي أنت زعلتي؟ قلت له لأ ما زعلتش، بس إحساس أول مرة أحسه في حياتي فعشان كده اتغيرت. قال لي لأ بصي أنا مش عاوزه الإحساس ده يجيلك ثاني. وقلت له مش هيجي لياني إزاي بقى؟ قال لي مش أنت بتقولي إنك أول مرة حد يلمسك كده عشان كده حسيتي بكده؟ قلت له آه. قال لي خلاص إحنا مش هنخليها أول مرة، إحنا هنخليها كذا مرة عشان الإحساس ده ما يجيش تاني وتتغيري كده. المهم فضلنا نضحك بعدها، واليوم خلص ورحت البيت وأنا مش قادره انسى إحساسي لما خدت إيده على كتفي. كنت حاسه إن الموضوع علم معايا وعمال أفكر فيه، وعدى اليوم وبقى تقريبا كل يوم بقيت أحس إن هو بيقرب مني، مرة يحط إيده على كتفي، مرة أكون واقفه بتفرج من الشباك الأقيه وقف جنبي وحط إيده عليا. وبصراحة ما كنتش بتكلم ولا كنت بقول له حاجه، وفي نفس الوقت مش عارفه أقول له إيه، خايفه أقول له أبعد أو شيل إيدك يقلب عليا أو يمشيني من الشغل. فبقيت بسايس أموري لحد ما الموضوع بقى عادي جدا بينا، وبقيت بتقبل منه أي حاجة بيعملها من غير ما أزعل منه، لأني تقريبا في الوقت ده بدأت أحبه وبقيت أحب قربه مني. لحد ما جه في يوم واعترافي إنه هو معجب بيا وإنه بيحبني وبيحب وجودي معاه، وبدأ الفترة دي يجيب لي هدايا وخلاني عايشه في قمة السعادة، لدرجة إني ما بقتش أعمل أي حاجة لما بروح غير إني أقعد وأفكر فيه من كتر الحاجات اللي هو بيعملها معايا. بس طبعا مرضيتش أقول لماما أي حاجة، لأني عارفه إني لو قلت لها حاجة زي كده هتزعقلي وممكن تقعدني من الشغل وما تودينيش تاني. وبعد موضوع الهدايا بقى كل فترة كده كل أسبوع أو كل أسبوعين القيه يقول لي إحنا بكره أجازه. وبدل ما كنا بنقعد في الشغل بقى يفرجني في اليوم ده بالعربية بتاعته وبقى يوديني أماكن، لكن أول مرة أروحها في حياتي هو أكبر مني بحوالي 8 سنين أو 9 سنين، بس مش باين عليه خالص. خرجنا كتير أنا وهو وبقيت أحبه جدا، وبسبب حبي ليه ده اتفتح باب تاني لقصتي ما كنتش أتخيل إن هيجي عليا يوم ويحصل كده مني بسببه. طبعا علاقتنا ببعض في المكتب اتطورت، وبدل ما كان بيمسني مثلا بإيده ويحط إيده على كتفي، لا الموضوع بقى أكبر من كده بكتير. في أول مرة كان هو قاعد في المكتب بتاعه وأنا كنت في المكتب بتاعي، فسمعته بيندو عليا علشان أجيب له حاجة. المهم خدت الورق اللي هو طلبه مني ورحت وقفت جنبه وبديه له، راح واخد الورق مني وخط حطه على المكتب وقال لي انت في حاجة في الهدوم بتاعتك من ورا. قلت له لا مش عارفه في ايه. قال لي أصل لمحت حاجه كده في الهدوم، لفي أول ما لفيت علشان يشوف إيه اللي في ظهري لقيت إيديه الاتنين بقوا على وسطي وراح شاددني جامد عليه، خلاني أقعد على رجله. أنا أصلا اتخضيت من الموقف وجيت عشان أقوم. قال لي بس بقى أنا ما صدقت،